من قناة بالمباشر مرحبا. من 12 سنة لم يطل الوزير ميشيل سماحة على الإعلام. من 12 سنة كثير من التطورات صارت بملف بعد ما انحكى عنه، واليوم في تطورات عنده قراءة خاصة فيها. ميشيل سماحة يعطيك العافية. أهلا وأهلا فيك. بعد يعني أنا كان آخر موعد معك وما تم. كان مفترض 11 آب 2012 تكون ضيفة على الأو تي في. صحيح. توقفت ب9 آب 2012. صحيح. طيب في كتير اشياء تغيرت، ابرزها اذا بدي ارجع لهديك الحلقه، كان العالم تنتظر ميشيل سماحة كقارئ بالتطورات، كوزير سابق، كمثقف، كصاحب معلومات. اليوم في كتار وصدقا ينظرون الى ميشيل سماحة كمجرم. اللي ما بيعرف الواقع وشو صار بحق له يفكر باللي بده اياه. أنا بهالحلقة ما رح أستفيض بالكلام التفصيلي عن تلك عن تلك الحادثة بالذات، بالرغم من أنه أثرت علي وعلى عائلتي طوال تلك الفترة، لأنه ما عندي رغبة أنه أروي حشرية الواحد. بالعكس، هي حشرية أو حق؟ هي حق وحشرية، بس عند كتير ناس حشرية. مش هيدا المهم. أنا توقفت وبقيت 10 سنين بالانفراد. أولا بدي أشكر الناس اللي احتضنوا عائلتي، من أصدقائي ومن أهل عائلتي. وبقول لك إنه كانت مرحلة بالنسبة إلي ولعائلتي صرنا فرقنا فيها بين الصديق الحقيقي والقريب الحقيقي وبين أطباع الناس اللي بتبرم، وما يعني ما بحسبها، ما بعتلهم اللي بيوقع، بهتم باللي ماشي. ليش صارت؟ بالأول كيف صارت بدها تفصيل طويل بحلقة حقيقية. نعم. وحدي، وبظروف غزة وما يجري ما رح فوت بالتفاصيل، ولكن اللي بهم انه يعرفوا اللي مهتمين انه وقتها كان في اغتيال او محاولة اغتيال لدور، ولما توقفت شكرت ربي انه اجى توقيف ما حصل اغتيال. يعني كان المخطط اما اغتيالك اما توقيفك طبيعي، والمصاري اللي اندفعت والاشياء اللي انطلبت كانت بهذا الاتجاه. بدك تلغي دور كنت عم بلعب دور كتير مهم لحماية سوريا ولحماية المقاومة في الغرب، وكان هذا الدور بذلك الوقت فاعل. وبيكفي يقول انه كم يوم قبل تلك الحادثة شفت البابا بنديكتوس. نعم. بالفاتيكان، وحملت رسالة منه، وصار في حديث طويل مش نص ساعة وربع ساعة، وكان متفهم تماما للأخطار وشايف ما سيأتي، إلى جانب مسؤولين بإيطاليا وبفرنسا وبإسبانيا وبالمجموعة الأوروبية وبألمانيا. في دور أزعج كتير من كان يخطط للعشرية، عشرية النار. نعم. صارت، ولكن توافقت، وهون المفارقة. في باخرة لطفالة 2 مليان سلاح، الجيش عنده 176 صورة عن محتوياتها. وقف الجيش، رحت عند نفس المحقق اللي حقق معي، لليوم انطفى الموضوع معي. بدي افترض انه في شيء مهم. اللي كانوا بصندوق السيارة، او اللي قيل انهم كانوا بصندوق السيارة، قيل لانه بدي ارجع بعدين
اشرح شو صار. انعمل محاكمة وقامت القيامة وانحكمت 13 سنة بالتمييز، 4 سنين 3 سنين ونص قعدتم بالسجن قبل التمييز، ظهرت شهرين تجوزوا ولادي فيها هالشهرين، وتعرفت على أزواجهم بالسجن قبل ما أظهر. طيب صارت، نرجع لها بالتفاصيل، ولكن صارت في إطار ما كان يحضر وينفذ من حرب على سوريا بعد إسقاط العراق، وأثناء تحضير داعش والنصرة في سوريا والعراق ولبنان. نعم. هيديك الفترة. وبعدين الناس اللي يعني تظاهروا وطلعوا ودفعوا وعملوا من اللبنانيين، الله يسامحهم، طلعوا على عرسال استقبلوا المسلحين اللي جايين يخربوا البلد، وبعدين استقبلوا من دفشوا إلى النزوح ويشكلون اليوم مشكل ضخم في لبنان عم بيتحدث عنه الكل، في حين كتار من اللي عم بيحكوا عنه اليوم استقبلون امبارح، وقال البعض منهم عجتتنا ما بيرجعوا على سوريا. نعم. أنا اللي بيهمني بخروجي معكم لأول مرة على الإعلام إنه نحكي عن هذه المرحلة قبل ليش وصلنا لهون. يعني نحن اليوم بما يجري بغزة، بما جرى ويجري في سوريا، بما جرى من انهيارات بلبنان، طيب كيف وصلنا لهون؟ نعم. بس قبل تحدثت حضرتك انه كان في دور عم بتأديه يراد اغتياله، اما عبر تصفية جسدية لك، اما عبر توقيف وتم توقيفك. بس هيدا الدور اللي حكيتنا عنه ان كان بالفاتيكان او بالغرب كان دورا سياسيا، بينما تهمتك كانت تهمة امنية. هو بالسياسة ما فيك تحطني بالحبس، بالسياسة بتغتالني. بتهمة امنية فيك تتأكد من دون ما تلوث ايديك باغتيال، فيك تحطني 10 سنين بالحبس، ويمكن كانوا 15 سنة بالحبس. وانا بدي اشكر الناس اللي وقفوا بوقتها، حدي وحد عائلتي، وفي مقدمتهم الله يحميه، خصوصا بهالفترة سمعت السيد حسن نصر الله اللي تربطني فيه وبالمقاومة روابط عميقة منذ توليه منصب الأمان العام، والذي أحترمه تقريبا دون غيره من العاملين بالحقل العام بلبنان. كما أشكر الرئيس بشار الأسد لأنه استقبل مرتي وما كان بعيد عما يجري معي. بدك تقول طب ما طلع بإيدهم شيء، بقول لك اللي ما هذا كان سؤال، انه يحكى انه اليوم الدولة تحت سيطرة حزب الله. لا عمليا أنا جربت بحالي. الدولة ما تحت سيطرة حزب الله، دولة تحت سيطرة من حكم وكان معه المال والسلطة والإعلام، ومن كان أدوات للقرار الخارجي اللي طلب أنه يكون بعيد عن الساحة، لأنه أزعجته، بعرف أنه أزعجته، وبعرف ردود فعله المنزعجة بوقتها قبل ما فوت. طيب حضرتك وقلت رح تخصص حلقة تانية تنحكي عن هذا الموضوع بالتفصيل، واليوم بدنا نحكي عن جو المنطقة أكثر. بس اسمح لي بعد بسؤال عن ملف ميشيل سماحة، والمعلومة هي من حدا منه على خصومة سياسية معك، هو مع حدا عنده صداقة، بيقول إنه لا كان عندك أنت رؤية أو إحساس إنه في
عمليات أمنية عم بتصير من لبنان باتجاه سوريا كتهريب وغيرها، وممكن ترجع ترتد على لبنان. وهون أنت كان رغبتك بتأدية دور أمني ما على الحدود وليس بالداخل. صحيحة هالمعلومة أو لا؟ منا بعيدة عن الحقيقة، منا بعيدة عن الحقيقة، ولكن بدي فوت بتفاصيلها فيما بعد. أما إذا هذا الكلام صحيح، بعد 12 سنة اجت كل الوقائع تثبت هذا الواقع. كل الوقائع، من الأعمال الإرهابية اللي حصلت بلبنان، من إدخال السلاح لسوريا و فرج الله 2 هي وحدة، لطف الله 2 بالضبط، لطف الله 2 هي وحدة من 32 باخرة اجت من ليبيا على السواحل اللبنانية بالشمال، واللي كتب عنها تحقيق من ليبيا وعن ليبيا سايمور هيرش، وسميت عند الأمريكيين والليبيين واللي عم بيتعاطوا رات لاين، خط الفقر، خط الجرذ. من ليبيا على لبنان لتهرب لسوريا؟ من ليبيا على السواحل الشمالية اللبنانية لتهربت على سوريا. بس إذا هيك قطعت على اليونيفيل على الألمان بالبحر، وقطعت على الأجهزة الأمنية اللبنانية. قطعت على اليونيفيل بالبحر مثل ما قطع قبل ب 2009 و2010. بواخر دخلت إلى لبنان لأطراف محليين، شكرت السفيرة الأمريكية في وقتها مدير الأمن قوى الأمن الداخلي بالويكيليكس، هذه واقعة حصلت بالويكيليكس، على تسهيله بمساعدة أطراف معينة. شو رأيك؟ بهذا الواحد كان في مسار. نعم. أنت عم تشتغل بوش هذا المسار، وهذا المسار يمكن كنت رؤيوي بس كنت شايفه. طيب لنرجع شوي بس على هالجزء، لأنه لازم نرجع لأجزاء قبل. نعم. فيما بعد. طيب سقط العراق. لما سقط العراق بين ايدين الامريكيين شو صار؟ قتلوا واغتالوا العلماء، خربوا الجامعات اللي هي بتخرج الرأسمال البشري المنتج والمهم في العراق. مع تركيا سكروا السدود، عملوا سدود خفت المياه. نعم. ضربوا الزراعة، سيطروا على النفط، واليوم ما في يصرف العراق مصاري من مدخوله بالنفط وبغيره إلا ما يوافق عليه البنك المركزي الأمريكي. طيب. وشفنا هلأ وضع العراق شو صار وكيف فلوا المنتجين، بس ما فلوا كلهم لبعيد، أكثرهم راح إلى الخليج والدول العربية. نعم. وصار العراق بالوضع اللي صار فيه، ورجعوا فوتوا له داعش والنصرة. شو صار بسوريا؟ طيب سوريا صار الخلاف بين الرئيس السوري المحافظ على ثروته، على مقدراته، وعلى أمن بلده، مع الفرنسيين القطريين والأتراك، في حين كانت العلاقة ممتازة، إلى أن وصلوا اختلفوا على مرور خط الغاز من قطر على تركيا. نعم. وكان الرئيس يريد أن يكون الخط فقط الخط اللي جاي من العراق، من إيران، العراق، سوريا، البحر. هذا واحد. اثنين، بيقولوا الفرنسيين، والأحاديث صارت معي، كنت وسيط بهذيك المرحلة. كنت وسيط بهذيك المرحلة. كل شيء كان كتير منيح، إلى أن أثاروا الأتراك والفرنسيين والقطريين موضوع المشاركة في
السلطة بسوريا. أنا بس فكر بهيديك المرحلة بأسف على المثقفين السوريين اللي كانوا بيقدروا، وكانت ماشية البروسس انهم يشتركوا. واحد من السفراء الفرنسيين مؤخرا طلع كتاب وشهد فيه انه الرئيس الاسد كان عم بيعمل اصلاحات بسوريا. شو كان مطلب الفرنسيين وبأكد على الفرنسيين، ومطلب الاتراك والقطريين. والقطريين عم بيمولوا الفرنسيين مثل ما مولوهم بليبيا. شو كان المطلب؟ المطلب أن يسيطر الإخوان المسلمين فقط بالمشاركة، هن يشاركوا وياخدوا وزارة الثقافة، وزارة التربية، وزارة التعليم العالي، وزارة الأوقاف، وزارة الأشغال، ووزارات تانية. يعني عم بتسلم سوريا مش للمثقفين اللي عم بيطالبوا بالمشاركة، عم بتسلم سوريا لقطر وتركيا برعاية فرنسا اللي كانت كمان بدها انه الاخوان. ما هيدا السؤال، ليه فرنسا كانت هالقد متحمسة لهذا الموضوع؟ لانه كان المال القطري يغدق على السياسيين والرئاسة الفرنسية. وهون فرنسا ساركوزي بوقتها. ايه، وهون صار الصدام بيني وبينهم، وهون صار الصدام مع المجموعة الأوروبية ومع الإنجليز، لأنه كمان صار مفاوضات مع الإنجليز. وبهذا الذي حصل لسوريا كانت السفيرة فرانسيس ماي ببيروت لها دور كتير مهم فيما كان يقوم فيه الثوار بين هلالين بسوريا، المسلحين بسوريا. ولما راحت من لبنان استلمت بإنجلترا بلندن مكتب الهجوم على سوريا، تنسيق العمليات الهجومية على سوريا. شو كان دورها؟ كان دورة تسهيل مرور كل شيء من لبنان، تسهيل الإعلام مع الأمريكيين، مع القطريين، مع الأتراك، مع الفرنسويين. اللي صار على سوريا هو حرب عالمية من الغرب اللي اليوم عم بيساند نتنياهو بغزة، حرب من نفس هذا الغرب الأبيض اللي بعده ما خرج من العقل والفكر والعقيدة الاستعمارية. وعم نشوف شو صار فيهم اليوم وشو عم بيصير فيهم بأفريقيا. نعم. لما صارت بسوريا، لما صارت عم بتبلش بسوريا، صرت شوفها بسوريا وبلبنان. نعم. وبالنتيجة حوصرت سوريا، تكسرت سوريا، فقرت سوريا، وانهار لبنان. انهار لبنان لأنه مطلوب الانهيار اللبناني. ليش مطلوب؟ طب قبل ما نوصل لهون، سوريا لبنان، بدك كنت تشوف يعني المشكلة بالسياسيين اللبنانيين. الرئيس الأسد، بدي افتح الليلين، شافها. الرئيس الأسد بخطاب 4 أيلول، مش أيلول، تشرين الأول 2004. نعم. بمؤتمر المغتربين، بافتتاح مؤتمر المغتربين، الرئيس الأسد طلع وقال نحن من بعد العراق صرنا بعين العاصفة. وعمل إجراءات، ولكن حرب عالمية، ما بقي شيء بالعالم. وزير خارجية قطر، الرئيس حكومة قطر، قال وقتها مدفوع دفع على سوريا 135 مليار دولار. صحيح. جزء منهم دفع علي. بس كنت قادر انت تغير بالمركز القرار الغربي؟ يعني حكيتني عن لقائك مع ما كنت لوحدي، بس لو ما حسوا انه عم نحكي بعدنا بال 2011 بدايه ال 2012. نعم. قبل ما اتوقف، قبل 8 اشهر عم نحكي قبل، يعني بفتره لحديت النهار اللي توقفت. ايه، كان في شيء عم بتخلخل. كان في شيء بقواعد الموقف الفرنسي
وبالرأي العام الفرنسي وعند السياسيين الفرنسيين وعند التليان وبالمجموعة الأوروبية إيه عم بتخلخل ويتغير. ومش كل الناس حتى بقصر الإليزيه بفرنسا كانوا ماشيين بهذا الرأي. في ناس كانوا معارضين لهذا الرأي وبقيوا معارضين لهذا الرأي وكانوا يخبروني شو عم بيصير. طيب مين كان طالب رأسك حسب السياق اللي ماشيين فيه؟ العرب اللي كانوا عم بيخططوا لهالشيء، وتحديدا وقت اللي صارت كان استلم الملف بندر بن سلطان وكان عم بيدير العملية بندر بن سلطان. أنا ما بدي أخبي شيء وراح يعني عم بكتب كل شيء بالتفاصيل لأنه من بعد ما ظهرت كملت التوثيق. أنا ما عم بخمن، لما بقول شيء بكون أكيد منه. طيب وأحد الإثباتات الشيء اللي عمله بندر بالسلطان بعد ما توقفت، يلي هو بنحكي بعدين. أمنيا اللي عمله ايه يعني بعلاقته الأمنية مع علاقة رأس المخابرات الخارجية الأمريكية، رأس CIA بوقتها. ندمان على شيء اليوم؟ أبدا، بالعكس. أنا صرت بهاي 10 سنين وبمتابعتي ومن بعد ما ظهرت أنا مقتنع أكثر وعندي أسباب القناعة ووقائع القناعة، واقتنعت أكثر كتير بعد غزة. طيب ميشيل سماحة، مثل ما ذكرت حضرتك رح يكون في حلقة تانية نحكي بالتفصيل عن تفاصيل ما حصل ب9 آب 2012. بس اليوم بهذه الحلقة الأولى أو اللقاء الأول عم نحط الأمور بسياق الأحداث، ورح نسمع لحالنا لأنه التطورات عم تتسارع، نقرب شوي لقدام ونرجع لورا، لأن آخر شيء الأحداث هي مرتبطة بسياق تاريخي في ماضي وفي حاضر عم نعيشه وجايين للمستقبل. لفتني انه قلت لي الامور بلشت بالعراق، كملت بسوريا، ومن وقتها انت كنت تقول جاي على لبنان ومشان هيك صار الانهيار. ولفتني انه قلت انه مقرر ما تحكي بالملف الخاص لانه في تطورات بغزة. هل سياق غزة مرتبط بما حصل في العراق وسوريا ولبنان؟ أكيد. كيف؟ يعني واحد حسب الشهادة اللي قدمتها غربي الصنع، اللي صار بغزة حركة حماس هي اللي عملته. مظبوط، هذا الكلام صحيح، ولكن بدك تقرأ ليش صار بالعراق وليش صار بسوريا وليش صار بلبنان وليش ممكن يصير بالأردن، مع أنه سياسيا مختلف الأردن واقع. ما بيهم. يعني الأردن رح يجي بسياق تاني، ترانسفير نحكي عنه. نعم، تحضير الترانسفير. المطلوب من دول ما سمي بالممانعة بذلك الوقت، والحركات اللي عم بتمانع إن كانت السلطة بالعراق أو الحركات في العراق. لذلك خلقت داعش والنصرة ليفوتوا ويضربوا هذه الحركات بالعراق. وصارت الردة من قبل أهل العراق والحشد الشعبي بالعراق وقيادة الحشد الشعبي والمرجعية الدينية الله يطول عمره، لأنه مطلوب. ما قدروا ياخدوا سوريا لا بالحرب ولا بالسياسي، لا بالإقناع ولا بالإغراء ولا بالضغط غير المسلح، ولا قدروا ياخدوا المقاومة في لبنان لا بالحروب ولا بال2006 ولا بما صار فيما بعد. بالتالي شو قصدك؟ 5 أيار لكن يعني لما نحكي عنهم هلا يعني
بيجي وقت نحكي عنهم بالتفاصيل. طلع القرار تجويع الشعب العراقي والسوري واللبناني، انهيار 3 دول لتنهار البيئة المعاندة والبيئة اللي حاضني القرار بالعراق وحاضني القرار بسوريا وحاضني القرار في لبنان. نعم. وبهالشيء استعمل كل شيء، ما في محرمات. حتى اغتيال الرئيس رفيق الحريري قال من 3 أسابيع الأستاذ أحمد الحريري ببرنامج على التلفزيون نيو تي في الأحد المساء مع جورج صليبي بمناسبة ذكرى الاغتيال شهيد، لما سألوا طيب مين اغتاله بسياق مرتين بالحلقة، قال من أراد أن يبدأ ويزرع الفتنة بين السنة والشيعة. هذا كلام مهم وكبير، لأول مرة بينقال من قبل أحمد الحريري، من قبل أهل الدم. نعم. أولياء الدم. شو يعني؟ يعني تبلش الحرب الشيعية السنية، وهيك صار. طيب مين له مصلحة تبتدي الحرب، أو مش الحرب، الفتنة، سميها فتنة الشيعية السنية؟ أكيد مش الشيعة، يعني مش حزب الله. نعم. أكيد مش سوريا، أكيد المحور الأمريكي الإسرائيلي الغربي. بس الاثنين اللي مفيت عنهم تهمة هن المتهمين معنويا أو عبر المحكمة الدولية، يعني سوريا وحزب الله. هيدا الشيء اللي تركب، وهيدا الشيء اللي ضخه الإعلام. بعدين بفوت بتفاصيل أكثر، صرت موثقة من شو صار مع الرئيس الأسد بس أبلغ عن الاغتيال، كيف تصرف وشو قال للي كان عنده. مين كان عنده شو قال؟ قبل الاغتيال انه عاطي الرئيس الأسد رح يطلع مع حزب الله نهار الأربعاء يشوفوا ويتصالحوا. لحظة، الرئيس الحريري كان طالع عند الرئيس الأسد أسد نهار الأربعاء من خلال حزب الله، وتحضيرا لذلك ذاك التنين اللي تم اغتياله فيه صدر بجريدة السفير تصريح طويل أو حوار طويل. صح، مع عماد مرمل إذا ما غلط. أيوة، مع عماد مرمل، كان مقدمة للزيارة. يعني كان مفروض الأربعاء 16 شباط 2005 الرئيس رفيق الحريري يكون بدمشق للقاء الرئيس السوري بشار الأسد. 100%. 100%. بالتالي طب بس هون لفتني شغله، قلت لي كان في ردة فعل من الرئيس الأسد قدام، وشو قال للشخص اللي كان عنده لما تبلغ بالاغتيال؟ كان عنده شخص طلعت أنا وياه، هو شافه. نعم. ونقل لي ما قاله بالدغري بالمباشر، ونزلت أنا وياه من بعدها على موقع الانفجار، ما رح أقول اسمه هلأ، رح أقول بعدين. نعم. وتفاجأ جدا الرئيس الأسد عندما أبلغ أنه صار انفجار ببيروت، وبورقة تانية اجته أنه الاغتيال للرئيس رفيق الحريري. كان قايل قبل ب3/4 الساعة بالمقابلة شو صار، كيف جاي، لأنه سئل عن علاقته بالرئيس الحريري، والضيف كان غربي مش لبناني. مش لبناني، لا. طيب شغلة تانية، مرفق بيروت. نعم. انفجار مرفق بيروت، هاي وحدة. تانية للانهيار، انفجار مرفق بيروت. يا خيي بدي سلم جدلا انه حزب الله جاب هالنترات على البور. حزب الله بتوصل النترات على البور بخليها 7 سنوات بالبور، ما بيشيلها فورا. يعني جدية حزب الله بالتعاطي مع أموره. نعم.
وليش بده يجيب؟ مش عاوز. وإذا عاز، ما سوريا اللي كمان اتهمت صحيح، لأن في تقارير قالت إنه كانت لسوريا، إنه ما عندها مصانع نترات. عندها هي مصانع نترات، ليش بدها تروح تجيبها من آخر معمر ربنا وتوصلها على بيروت بباخرة مهرية؟ شو دور؟ بدي أطرح السؤال وما رح جاوب، بعدين بجاوب. يعني بعدين، شو دور غرفة الموك بالأردن حيث البروكر اللي جاب الباخرة يعمل انطلاقا من الأردن؟ لكن طب ليش هودي الأسئلة؟ غرفة الموك بإدارة أمريكية. غرفة الموك والإدارة أمريكية، حضور إسرائيلي، حضور قطري، حضور سعودي كانت بهديك الأيام. وأنا بميز بين السعودية في تلك الفترة وبين السعودية اليوم. خليني كمان أكون واضح بكلامي. يعني بين السعودية ما قبل بن سلمان وما بعد بن سلمان. أيوة. وما بعد بن سلمان بكم سنة من تجربته لبن سلمان ومواقفه. طيب، انهيار لبنان، انهيار العراق، انهيار سوريا، يعني صاروا دول ضواحي. نعم. ضواحي لمين بالمستقبل؟ لإسرائيل. صحيح. ولتركيا. يعني لما بتاخد خط وقت إقفال الباب على أي مشروع اقتصادي مهم على طرق الملاحة وطرق النقل البري، على الصين بخط الحرير، وعلى روسيا بأنها تطل على البحر المتوسط. نعم. ووضع اليد على ثروات سوريا النفطية، المائية والزراعية. طيب، هذا المشروع فات بالإزاز باللي عملته حماس والمقاومة الفلسطينية ونجحت فيه في غزة ب7 أكتوبر. ب7 أكتوبر. هون أهمية 7 أكتوبر. ب7 أكتوبر وعم نحكي بعد أكثر من 150 يوم من الحرب على غزة والحرب على الفلسطينيين والهوية الفلسطينية. طيب، تعرت إسرائيل، ما بقى في شيء مخبى فيها. نعم. صارت إسرائيل اللي يفترض تستفيد من كل ما حصل وتوظفه مع الغرب، صارت روكفور، جبنة روكفور كلها هريان. بيّنت لنا قديش في هريان بالجيش وبالإدارة وبالسياسة وبالأخلاق، وأظهرت لنا عقيدتها التلمودية. يعني أنا ما بقاتل، أنا بذبح، أنا بعمل مجازر، أنا ما بقاتل من جيش لجيش. نعم. أنا بعمل غارات لبرا، بس أنا لما بصطدم بذبح، بهد المدن، بقتل الأطفال. وهاي بالعقيدة، ماني عم بخترع شيء. أنا مسيحي، درست ومنتمي وممارس لعقيدتي المسيحية ولإنجيلي. بقرأ التوراة، قريت التلمود، وعم بستخلص منهم، عم بشوف منهم تصرف الصهاينة اليهود في فلسطين اليوم المحتلة. هذا على مدى 150 يوم كسر هيبة إسرائيل، حضور إسرائيل بالعالم. خلصنا نهائيا من وهم، وبعض اللبنانيين موهومين بزالوا، بالأمم المتحدة حقوق الإنسان، الحريات تبع الغرب، نمط حياة الغرب، وأهم من كل شيء أمم متحدة، مجلس أمن، جامعة عربية، مؤتمر إسلامي، NGOs، منظمات حقوق الإنسان اللي عم نشوفها كل يوم على التلفزيون، ما قادرة تعمل إلا الحكي.
ولحديت اليوم هالدول العربية وهذا الغرب المعترض المسيحي اليهودي المتصهين وبعض اللي عنا بالمنطقة العربية ما قادرين يرجعوا للتاريخ ويشوفوا الوقائع الجديدة وهي عنيدة هذه الوقائع. نعم. ويستخلصوا انه كل هذه اوهام، واخر ما حرر انه والله بتجي امريكا وبتساعدها شوية مصر وبتساعدها شوية الاردن، تنزل بالطيارة شوية اكل وجبات، شوية وجبات اكل لمليونين ميتين من الجوع بغزة، لا تضغط من جهة على الفلسطينيين، من جهة على المقاومة، من جهة على مصر، ومن جهة على الأردن، ليكتمل مشروع الترانسفير. لأنه اللي عم بيعمله نتنياهو عارف هو شو عم بيعمل. منا ردة فعل همجية مثل ما البعض بيصورها. هو استغل قصة 7 تشرين ليفوت ينفذ مشروعه اللي هو معتبر هو والغرب نعم انه بده يخلص من القضية الفلسطينية ومن الهوية الفلسطينية ومن قصة الفلسطينيين، بكبهم كلهم برات غزة والضفة الغربية وال48 لعنا. طيب هذا المشروع اللي مشوا فيه الامريكان وبعدهم ماشيين فيه، مع انه الامريكان هلا يتميزون عن نتنياهو شوي. يا عم بيتميزوا بالوسائل، مش عم بيتميزوا بالاهداف. ما بيقولوا لك الامريكان لليوم الصبح انه وقف اطلاق النار ل6 أسابيع، يعني لنقطع رمضان وعيد وعيد الفطر، وبنشوف اذا بهذا الوقت بنقدر نطول الهدنه شوي. شو يعني نطول الهدنه شوي؟ شو معنات كلام هوكشتاين ببيروت وكلام المسؤولين الاسرائيليين انه الهدنه اذا صارت بغزه لا تشمل لبنان؟ شو يعني جايين على اشهر صعبه بلبنان؟ ما بعرف انا بلتزم بالتحفظ حول ذلك، مثل ما تحفظ امبارح الشيخ نعيم قاسم. المقاومة جاهزة، محور المقاومة جاهز، هيدي قراءتي. أنا ماني شريك بهالقصة، بس بصدق وبوثق بسماحة السيد حسن نصر الله لما بيحكي حماه الله، والله يحمي مقاتليه والمجاهدين ويحمي أهل الجنوب وكل أهل لبنان. نعم. طيب هون اسمح لي بدي تابع بالسياق اللي عم تحكي فيه، بس قبل في نقطة مهمة. قبل شوي قلت لي انه حضرتك مسيحي ومؤمن وملتزم، وهلا عم بتقول لي انه بتصدق السيد حسن نصر الله. اليوم حزب الله متهم من قبل كل الافرقاء السياسيين المسيحيين ومن بكركي حتى المرجعية الروحية انه هو يورط لبنان في الحروب وقايمين القيامة عليه بمحل. اولا مسيحيتي ممارسة. نعم. وبدعي كل الأطراف المسيحيين أن يمارسوا تعاليم الإنجيل وتعاليم المسيح مع بعضهم بالمحبة ومع الآخرين بالتواصل والمحبة. هن لهم رأيهم. هلا أنا بعرف شو خلفيات رأيهم وبعرف ارتباطاتهم والمشاريع المرتبطين فيها. يمكن كلهم؟ أكتريتهم اللي سميتهم هن من أكثر من طرف سياسي. إيه، ما هن من أكثر من طرف سياسي. كل طرف سياسي عنده أولوياته وعنده مصالحه الشخصية وعنده إرادته إنه يستلم السلطة والمال. ما هي كل مشكلة لبنان هي الصراع على السلطة والمال بين المسيحيين بين بعضهم وبين السنة بين بعضهم، وحسم وليد جملات عند الدروز، بس كله سلطة ومال. نعم. إيه، بصدق السيد حسن نصر الله لأنه صادق جدي عميق، بيتصرف بعد تحليل وبسياق معين دقيق، حريص على مجاهديه وكل المناطق اللبنانية، واللي عم بيعملوا
عم بيعمل عملية ردع في لبنان بوش الإسرائيلي، بيردعوا، عم بيفرجيه شو ممكن يكون منتظره إذا هجم على لبنان، وبنفس الوقت عم بيجمد له مثل ما شرح قسم كبير من جيشه على الحدود الشمالية للفلسطين المحتلة، كما يكونوا هم مشاركين فعليين في غزة والضفة الغربية. نعم. كمان الضفة الغربية عم بتواجه تماما ما تواجه غزة، ولكن الإعلام ما عم بيغطيها كفاية، عم بيفلحوها للضفة الغربية، عم بيجعلوا من مدنها وقراها غير قابلة للحياة ليروحوا أهل الضفة الغربية على فلسطين. وعندي خوارق على الأردن وعم عندي خوارق كيف مقسمين الإسرائيليين المناطق ولوين لازم يروحوا بالأردن، المناطق الفلسطينية المحتلة، وكيف لازم يروحوا ولوين بدهم يروحوا على الأردن. بس هون في شغلتين بيتناقضوا. يمكن قبل شوي قلت لي انه كان في مخطط ماشي، اجت عملية 7 تشرين من قبل حركة حماس وخربطت المخطط وبينت العفن بإسرائيل، وهلا عم نقول انه المشروع الإسرائيلي مكفى. هيك المشروع هلا سينجح هذا المشروع؟ أنا برأيي ما رح ينجح المشروع، ويمكن ينجح المشروع بس إذا نجح أو ما نجح بالحالتين، وهلأ عم نقيم بعد 5 أشهر، ويمكن بعد القتال يستمر 5 أشهر وأكثر من 5 أشهر. نعم. وما بنعرف شو بده يصير جوات إسرائيل. يعني أنا من المراقبين الدقيقين جدا جدا جدا، حتى وقت اللي كنت بيروني ووقت اللي كنت موقوف كنت مراقب جدا 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 للداخل الإسرائيلي. وكانوا بناتي ومرتي إلى جانب الكتب اللي بعتوا لي إياها وأقراها، كانوا يبعتوا لي كل التقارير اللي بتطلع جوات إسرائيل وخارج إسرائيل وتفوت لعندي لأنها بالإنجليزي وبالفرنساوي. نعم. إذا كنت مطلع عليه مطلع وهلأ مطلع أكثر. نعم. طيب. وكان عندك لما بتكون بالانفراد ما عندك شيء إلا تقرأ وتكتب. ليك ما بعد غزة في العالم العربي والعالم سيكون هذا إذا ما صار في حرب. بعدني بتحفظ امبارح شيخ نعيم قاسي قال 10% إمكانية الحرب، أنا بقول في 20% أو أكثر شوي لإمكانية نعم. الحرب بمتابعتي، ولكن هو أعلم لأنه هو بالداخل براقب وبيشوف توازن القوى وبيقدر يقيم مع قيادة المقاومة. طيب بالاحتمالين، إذا صار في حرب بتخيل سيناريو مغاير، إذا ما صار في حرب ما سينتج عن ما حصل بغزة وبالضفة الغربية سيأخذ العالم العربي إلى مكان تاني، العالم العربي والإسلامي إلى مكان تاني. بأي ناحية؟ هيك صار لهم 153 يوم المشاهدين في العالم العربي من اللي عمره 3 سنين للختيار، للأم في البيت مع أولادها، للبي في شغله وراجع على بيته عشية وصحنه اليومي مساء فيه موضوع غزة، عم بيشاهدوا بالمباشر المجازر اللي عم ترتكب وكلام المسؤولين الإسرائيليين، مش بس العنصري والطائفي والمقيت جدا، كما عم بيشاهدوا نفس الكلام اللي عم بيصدر عن المسؤولين بالعالم مش عن الشعوب. نعم. الشعوب تحركت بعد كل هالوقت وضاغطة ومهمة، وبنفس الوقت في أزمة تانية بأوكرانيا. صح. وامبارح وأول امبارح واليوم في تلويح أوكراني جدي من وزير الدفاع، واليوم من وزارة الخارجية، وقبل بكم يوم من بوتين شخصيا، انه اذا تدخل الناتو وبدأ يتدخل بارسال الجيوش الى جيوشه الى
فرنسا وانجلترا خاصة وألمانيا بالسلاح المباشر وامبارح كانوا اصطدموا بالجو الطائرات الروسية مع الطائرات الفرنسية على حدود منطقة روسيا. هدد بضرب منشآت النووية للناتو في أوروبا. نعم. طيب هون في شيء مهم عم بيركب ما بنعرف لوين بياخد، وهون في شيء ضخم عم بيركب كمان ما بنعرف عنه. بس إذا ما صار الحرب العالم العربي سيعود إلى سوريا، وسيعود العالم العربي إلى سوريا والعراق وهو سيكون بحاجة لهما. هاي قراءتي. شو خص؟ هاي قراءتي. تجربة سوريا في مواجهة التطرف الذي كان وما زال سيساعد العالم العربي على أن لا ينشأ تطرف جديد يضرب الاستقرار في دول العالم العربي وتحديدا في الخليج والسعودية. بس هون ممكن يفهم من كلامك انه اذا ما صار في حرب يعتبر انتصار لحركة حماس، بالتالي فكر الاخوان المسلمين سيتمدد للعالم العربي، والوحيد القادر انه يكون بوابة مواجهته هو سوريا. هيك بنفهم منها؟ لا لو فهمنا هيك بدي اسالك، يعني سوريا ضد حماس اليوم؟ لا. اولا سوريا منا ضد المقاومه الفلسطينيه بكل واحد، اصلا قاعدين المقاومه، قيادات المقاومه الفلسطينيه قاعده اللي برات والناشطه عمليا قاعده بسوريا بالشام، وقاعده ببيروت مع المقاومه اللبنانيه مع المقاومه الاسلاميه. لا، ما سينشأ حركات تطرف مش حماس. نعم. سينشأ ردود فعل، ستنشأ معامل من المتطرفين مثل ما كان في بسوريا. نعم. ذكرت سوريا لأنه عندها تجربة، ذكرت العراق لأنه عنده تجربة. ما بذكر لبنان لأنه بلبنان بتلاقي من يستقبلهم وبعد 5 سنين أو 6 سنين يبلش يقول أوف يا خيي شو اجوا يعملوا بدنا نفللهم. نعم. هذه الدول بدها تجي تستفيد من تجربة سوريا، وبدها تعوز هي التنمية في سوريا، بدها تعوز تعمل مشاريع تنمية في سوريا والعراق، وتستفيد من سوريا والعراق بأن تؤسس إهراءات غذائية إلها في سوريا والعراق، لأنها فقدت إهراءاتها الغذائية في السودان. مشان هيك بلش السعودي والإماراتي ينشطوا سفراتهم وسفراءهم. يعني ما بتتفاجأ أنت أنه كان مبلش القصة قبل وتسرعت مباشرة بعد غزة. ما هيك؟ بلشت بمؤتمر القمة العربي الأخير، بس حكى عن نقاط لم تلتزم بها سوريا وتعرقل، ورجع صار يعني من بعد ما بلشت غزة تكثفت الاتصالات، بس هيدي ما بتنتج مفاعيل فورا. نعم. يعني سوريا عليها تحضر حالها بالتفاهم معهم، وهن مش جايين يعطوا سوريا مصاري او بدهم يجوا يعطوا سوريا او العراق مصاري، جايين يوظفوا بمالهم ويشرفوا على التوظيف بمالهم. بس ما بيكون هيك عم يشتروا القرار السوري بمحل. لا 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 لا. ليك صار سوريا مش بوضع غير دول عربية بتروح بتشتري شقفة أرض وبتملك الاقتصاد وبتملك القرار السياسي. لا، هذا غير موضوع. سوريا منذ الحركة التصحيحية وتأسيس الرئيس حافظ الأسد إلى في ثوابت، بالرغم من كل الضغوط والحروب والقصص اللي صارت آخر 12 سنة. ما انهز الرئيس الأسد ولا انهز النظام عن ثوابته. نعم. ولكن بتقلي بهذه الفترة، بقول لك بهذه الفترة أنت عم تحكي عن سوريا منهارة اقتصاديا، منهارة
يعني ما فيها دورة اقتصادية، لأنه الأمريكان مصادرين لنفطة قاعدين عليه ومانعين أن تستفيد منه، مصادرين له أراضيها الزراعية وممنوع تستفيد من إنتاج زراعتها، وبالتالي وعاملين قانون أيسر ما فيها تتعاطى مع حدا، مسكرين عليها وكمان بالتسكير عليها انضرب لبنان. صحيح. وبانهيار المصارف بلبنان طارت مصريات اللبنانية والسوريين المودعين في المصارف اللبنانية، وهذا شابيتر تاني، شابيتر آخر لوحده بده ينحكى عنه. طيب بكل هاي لوين رايحين؟ من وين جايين؟ أنا بدي بحلقة أخرى معك ارجع لوين رايحين، من وين جينا، من مطلع القرن، من مؤتمر بال والمشاريع الغربية في لبنان اللي اشتغلت عليها وانكبيت عليها ووثقتها أنا وبالحبس، أنا وبالاعتقال. طيب مين كان في رؤيوي وغير مرتبط بكل تلك الفترة التي مرقت وهو بموقع التأثير؟ مين؟ عبد الناصر، الرئيس حافظ الأسد فيما بعد، وقبل عبد الناصر والرئيس الأسد اللي كان عنده رؤية وشاف لبعيد وكتب من نشوء الأمم، يعني ترك وراه إرث مكتوب واغتيل وتصفى. وكان النظام السوري بوقت أو الحاكم السوري متواطئ مع الإنجليز والفرنسيين على قتله، هو أنطون سعدي وحسن الزعيم اللي تواطئ عليه، اللي وقفوا بقصره بمكتبه وسلموا للأمن العام اللبناني. نعم. طيب كانوا رؤيويين، كانوا خايفين من فكره ومن فعله. ما قصة لبنانية وبده يعمل انقلاب بلبنان، كله هذا طقحنك. بدك تشوفه بالنظرة الاستراتيجية، بدك تطلع من الزواريب وتشوف كيف تطورت الأمور في هذا العالم، وكيف نحن مرق علينا رئيس جمهورية واحد جرب يأسس دولة وبدأ بتأسيس دولة. نعم. ولتأسس دولة بالدول النامية بدك تعتمد على الخبرات لتعمل إدارة، وبدك تعتمد على أجهزة الأمن والجيش لتمسك الأمن. طيب جا فؤاد شاب، صح، صارت 67، خسر عبد الناصر، هجموا الكل بدهم يضربوا إرث عبد الناصر، مثل ما راحوا على مصر وجابوا السادات السعوديين بوقتها والأمريكان. عدم الرؤية اللبنانية، وأنا بسميها الحمرنة اللبنانية، إنه بعد 67 وأحداث الأردن بدل ما تضبط بحالك أكتر وأجهزة الأمن عندك والجيش تعطيها قدرة، ضربتها وضربت لها هيبتها. نعم. من الكروتال لموضوع الشعب الثاني، وقبل ضربت عصب النظام المالي تبعك بلبنان اللي هو بنك انترا. نعم. لأنه كانت كل أموال الهربانة من الثورات العربية تجمعت عندك. صح. وراح هذا يفوت على بيت المال اليهودي ويأسس امبراطورية مالية بول ستريت بنيويورك. نعم. هذا ممنوع. ويكون عنده علاقات مع الفرنسيين وعبد الناصر بوقتها ممنوع. بأيدي لبنانية حطمنا بنك انترا، وبعدنا لليوم عايشين على إرثه. نعم. مع الوزير، مثل ما ذكرنا بأول الحلقة، هي صحيح حلقة بس هي مقدمة لسلسلة حلقات رح نكون عم نحكي تفاصيل أكثر، أمور تاريخية، أمور آنية، بالإضافة لمشهد التطورات يلي عم تكون. إذا بدي أوصل لخلاصة لهذه الحلقة، بذكر أنه بلشنا بموضوع العراق 2003
سوريا يلي استشهدت بما قاله الرئيس السوري بشار الأسد 2004 أنها أصبحت فعلا العاصفة، إلى لبنان والانهيار والمخطط كيف كان ماشي، لحتى اعتبرت أنه المحطة المفصلية هي 7 تشرين، ويلي خربطت المخطط الغربي. وحسب تعبيرك كان المنطقة لازم تكون ضواحي لإسرائيل وتركيا. اليوم نحن إذن حسب قراءتك أمام احتمالين. إذا صارت الحرب وأعطيتها نسبة 20%، بنكون فتنا بسيناريو حرب بالمنطقة وممكن بالعالم، لأن كمان ربطت قصة أوكرانيا مع روسيا والتطورات بالأيام الأخيرة. وأما إذا فتنا بمنطق تاني اللي هو استمرار الهدنة، فبرأيك أول انعكاس لها هو على الدول العربية التي ستجد نفسها مضطرة للعودة إلى سوريا بمطرح لمواجهة أي تطرف ممكن ينشأ، وبمطرح تاني ليكون سوريا والعراق هن إهراءات الخليج بدل عن السودان. ما بعرف إذا كنت دقيق بالملخص يلي طلعنا فيه. كنت دقيق، ولكن الإهراءات والشغل بالإهراءات هي مساهمة مهمة في عدم نشوء فقر يولد التطرف عند الناس وخاصة بالأرياف. نعم. طيب بدي أختم بعد بشغلة لفتني لما فصلت عن السعودية. ما قبل محمد بن سلمان اعتبرتها شيء، وبعد تجربة محمد بن سلمان اعتبرتها شيء آخر. ليه هذا الفصل؟ مع أنه مزبوط هو من غير جيل الشاب اللي استلم، وهو من جيل الأحفاد إذا بدنا نسميه، بس آخر شيء هو من نفس العائلة المالكة رغم الإصلاحات اللي والنقل النوعية اللي عملها بالمملكة. أنا ما عم قيم السعودية ولا عم قيم، أنا عم بحكي عن السياسات. نعم. محمد بن سلمان إجا عنده فكر جديد مارسه في التطبيق بقصة تنجح أو ما بتنجح ما بعرف بقى، يعني ماني فايت بالموضوع كتير. نيون والتحديث. نعم. نيون والتحديث بده استقرار، بده استقرار داخلي، بده استقرار بعلاقاته بالمنطقة. عم بيشتغل على هذا الاستقرار من خلال علاقاته مع المنطقة. راح على الصين، تفاهم هو والإيرانيين، صح، وعم بيطبع مع إيران، وعنده علاقة جديدة مع الروس ومع الصين. هيدي إلى أكثر من بعد، إلى بعد إقليمي بالموقع الجغرافي، إلى بعد بالنفط وأسعاره بالتفاهم مع روسيا، إلى بعد بالأمن، وكمان الأمن الغذائي والعلاقة التجارية بين السعودية وإيران، وإلى علاقة بعدم بالبعد عن الاصطدام الاستراتيجي بين السعودية وإيران لحفظ الأمن بالممرات المائية وبداخل السعودية وبالخليج العربي وفيما بعد بحر عمان والبحر الأحمر. نعم. هاي النظرة الجديدة ما كانت السعودية ما قبله عم بتمارسها. يعني كان في كتير تشنج في العلاقات العربية وفي العلاقات مع إيران، وفي تحديد ما هي الأخطار على السعودية وما هي الأخطار على الخليج من قلب البيئة ومن البيئة العربية. أنا برأيي هيك قراءتي. نعم. هلأ بدك تقلي كان عم بيطبع وممكن يرجع يطبع، هذا غير موضوع. هذا غير موضوع. ولكن ما بيقدر ياخد بعلاقته مثلا سوريا على التطبيع. نعم. في ياخد يروح هو وسوريا
على أمن المنطقة، على أمن الدول، مش أكثر. لبنان سيكون تحت هذه المظلة؟ لكن لبنان أثبت دايما النظرية الأواني المستطرقة. من 1900 لليوم كل ما يجري في المنطقة يستطرق كل دول المنطقة قبل ما تكون دول وقبل ما تستقل ومن بعد ما صارت دول وصارت مستقلة. وموقع لبنان الجغرافي اللي كان له وظيفة اليوم فقدها، نعم، عليه أن يسترجعها. يعني كل شيء كان ينطبخ بلبنان. اليوم ما في طبخات جاهزة بالعالم العربي وبالمنطقة للطبخة اللبنانية بموضوع رئاسة الجمهورية، بموضوع التقدم السياسي تتقدم. أنت انتخبت بقانون ما بعرف شو بيسوى، مجلس نواب مفرقع من جوا، يعني ما في كتل كبيرة تتفاهم مع بعضها. ويعني مادام بعده هوكشتاين، مننطر هوكشتاين ومننطر لودريان ومننطر الأجانب ليجوا، فالج ما تعالج. يعني هودي كلهم ما بيقدروا يطبخوا طبخة إلنا ولا بيقدروا يتفقوا معنا أو علينا، لأنه لهم مصالح. نعم. بدنا نظهر من مصالحهم وما نعود عم نفكر بالسلطة والمال. بدنا نفكر ببناء بلد وبدولة مدنية بلبنان، وينسوا الطوائف، يروحوا على العائلات الروحية. الطوائف ما إلها علاقة بالله وما إلها علاقة بسيدنا محمد ولا بالمسيح عليه السلام وتعاليمه. رجعوا للإنجيل يا شباب إذا كنتوا مسيحية، ورجعوا للقراءة الراقية للقرآن الكريم. وبهالمناسبة بدي أعيد المسلمين اللبنانيين والمسيحيين اللبنانيين ببداية شهر رمضان، الأسبوع المقبل بدايته الأسبوع المقبل، وقل لهم صيام مبارك وكمالة صيام مبارك للمسيحيين قبل العيد الكبير وللعام العربي. يعني لما نوصل للحلقة اللي بدك تحكي فيها عن ملفك، رح السؤال الأول يمكن انطلق فيه. ميشيل سماحة اليوم بيحكي بهذه الخلفية الروحية والدينية، ما الذي ورطه بالأمن، أو كيف ورط إذا ما نقول ما الذي ورطه. خليها للحلقة اللي بدنا نوصل. شكرا لك ميشيل سماحة. أنا بتأمل قريبا كمان نكمل حلقات. أكيد عنا ملفات كثيرة. الربط والدخول بالملفات. صحيح، بالانتظار. يعني أنا ممنونك دورياً. جدا أنت وأياد، ممنونكم كتير على هالحلقة، وأنا كتير مبسوط ومرتاح أنه أول مرة برجع طلع على الناس من خلال الإعلام تكون معكم. شكرا لك. خليك.